الموضوع بدأ من هنا. أيوة، هي سكتات الحزام دي اللي كل الناس بقت بتعتمد عليها علشان تخلص من صوت صفارة العربية، وطبعا بقى في رادارات في كل مكان. في فيديو النهاردة هقولك على طريقتين تتخلص بيهم من المخالفات نهائيا، بس خليك معايا في الآخر. أهلا بكم في قناة المحتوى الأصلي. لو أول مرة بتسمعني اعمل اشتراك ولايك للفيديو علشان يوصل لأكبر حد ممكن. خلينا نبدأ بنقطة مهمة، إن كل العربيات ما بقتش بنفس عوامل الأمان زي بعض حتى لو نفس الشركة. وتعالوا نشوف مثال مع بعض. أول تجربة هي عربية ياريس 2018 هتتصدم بأفلون 2015. هنشوف إن العربيات الرخيصة ما بيتصرفش على عوامل الأمان زي العربيات اللي سعرها عالي. وطبعا زي ما احنا شايفين في الفيديو العربية الياريس حصل فيها ايه من الأفلون. بص على تأثير الصدمة من جوه. تعالوا نشوف مثال تاني مع عربية ياريس برضو مع كامري، والاتنين نفس الموديل 2009. هنا الكامري ده شملت الياريس حرفيا وخلتها حتة واحدة. وكده خلينا ناخد بالنا ان كل ما موديل العربية بيقدم بيبقى عوامل الامان اقل زي ما احنا شايفين كده، لان العربية الياريس اللي قبل دي كانت موديل 2018 وكان تأثير الصدمة اقل بكتير من موديل 2009. هتقولي طب وده ايه علاقته بحزام الامان؟ هقولك اتفرج من جوه تأثير الصدمة والدمية لابسة حزام الامان، فما بالك يا صديقي الصدمة لما من غير حزام الامان هتبقى عاملة ازاي من غير الحزام؟ حزام الامان مهم جدا يا صديقي، مش بس للي قاعد قدام. تعالوا نشوف مع بعض الدمية اللي ورا وهي من غير الحزام وبالحزام. بصوا الفرق ما بين اللي لابس الحزام واللي مش لابس الحزام، لانه كمان بيأثر على اللي سايق. تعالوا بقى نيجي للأطفال، وده جزء مهم في الفيديو. الأطفال دايما مش بنلبسهم حزام الأمان. وتعالى نشوف هنا كده طفلين، واحد ورا والتاني قدام. وأكتر حاجة منتشرة للأسف عندنا إن الأم بتبقى راكبة وحاطة ابنها على رجلها، وشوفوا تأثير الصدمة هيبقى عامل إزاي. حتى لو حاطط كرسي البيبي قدام ده كده برضو غلط، لأن الوسادة بتخبط في دماغ الطفل. فنصيحة الطفل في كل الحالات ما ينفعش يقعد قدام. هتقولي يا عم انت قاعد ترغي وما قلتش لغاية دلوقتي ايه هي الطريقة اللي اهرب منها المخالفات. هقول لك يا صديقي، امشي عدل يحتار عدوك فيك. بالبلدي كده، انت مش عاوز تدفع غرامة ومش خايف على نفسك او اللي معاك، البس الحزام وامشي بالسرعة المقررة علشان كل المخالفات تبعد عنك، واولا عشان خاطر نفسك. ولو انت بتسمعني لغاية دلوقتي ما تنساش تعمل الاشتراك واللايك. تنورنا في المحتوى الاصلي. سلام.